السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، فإن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعل له في قلبه موعظة توقظه من غفلته. هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. إذا كان الله عز وجل يحب عبده، فإن الله تبارك وتعالى يجعل في حياة هذا العبد مواعظ توقظ قلب هذا العبد وتنبهه من رقدته وترده إلى الله ردا جميلا. وإن من كلام أهل العلم والصلاح كلمات إذا سمعها القلب اهتز، وإذا وعاها الفؤاد انكسر، وإذا تدبرها العبد رجع إلى الله تبارك وتعالى. ومن أجمل ما قيل في ذلك تائية أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى. هذه القصيدة ليست مجرد أبيات تتلى، بل هي موعظة ومحاسبة وتذكير ونداء للقلوب الغافلة، كأن الشاعر يمسك بيدك ويقول لك: يا عبد الله، إلى متى الغفلة؟ إلى متى التسويف؟ إلى متى الركون إلى الدنيا؟ إلى متى تؤخر التوبة؟ فالموعظة ربما يكون القلب غافل في شهوات الدنيا، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. العبد ربما يوسوس له الشيطان فيزين له الباطل ويزين له الشهوات، فيميل قلب العبد لمرض فيه أو لغفلة قد أصابته، فيميل إلى فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. فإذا سمع، فربما يسمع العبد كلمة أو يرى أمرا يوقظ هذا القلب من غفلته ومن تسويفه ومن ركونه إلى الدنيا إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذه التائية هي لأبي إسحاق الإلبيري رحمه الله عز وجل، وهو الإمام الزاهد الواعظ. أبو إسحاق الإلبيري من علماء الأندلس رحمه الله عز وجل، وكان رحمه الله من أهل الفضل والعلم والزهد والوعظ، وكان كلامه يخرج من قلب حي فيقع في القلوب. وهذه من أعظم صفات أهل الصدق، أن كلامهم يخرج من القلب فيدخل القلب. قال بعض السلف: ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان وقف عند الآذان. لماذا اشتهرت هذه التائية؟ لأنها قريبة من القلوب، تجد فيها تذكيرا بالموت. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، من أراد واعظا فالموت يكفيه. تجد في هذه التائية تذكيرا للموت وتذكيرا بقصر الأمل، يذكرك بأنه ما بين طرفة عين وانتباهتها إذ بملك الموت عند رأسك. لا يحتاج إلى مرض ولا إلى سبب، وإنما كل الأمر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تجد في هذه القصيدة زهدا في الدنيا، هذه الدنيا التي لا قيمة لها، ما سميت دنيا إلا لدنوها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. تجد فيها حثا على طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تجد فيها ترغيبا في العمل، لأن مقصود العبادة ليس أن يملأ العبد قلبه وذهنه بالمعلومات، وإنما الغاية من العلم العمل. تجد فيها دعوة لمحاسبة النفس، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكل هذا بعبارة سهلة تدخل القلب من غير استئذان. لماذا نقرأ هذه
القصيدة أيها المسلم ليس لأجل حفظ الأبيات فقط ولا لأجل معرفة اللغة وحدها، ولكن لنصلح قلوبنا، لنراجع أنفسنا، لنفتش في قلوبنا، هل نحن مقبلون على الله أم معرضون؟ هل نحن مستعدون للقاء الله أما زلنا نؤجل ونسوف؟ يجب على العبد أن يقف مع قلبه وقفة. أيها الحبيب، كم مر علينا من موسم للخير، كم مر علينا من موسم للخير أهملنا فيه وفرطنا فيه وأصابتنا فيه الغفلة. كم مر علينا من رمضان وسوفنا فيه وأصابتنا فيه الغفلة. كم مر علينا من جمعة نفرط فيها، وكم مر علينا من جنازة شهدناها، وكم دفنا من قريب وحبيب، ومع ذلك ما زال القلب يؤجل. ما زلنا نقول غدا أتوب، غدا أستقيم، غدا أحفظ، غدا أصلح نفسي، غدا سأفعل وأفعل وأفعل. ومن أعلمنا أن الغد لنا؟ من الذي جعلك متيقن أنك ستعيش إلى الغد؟ كم شاب مات بلا سبب، بلا مرض ولا شيء، وإنما جاء أمر الله تبارك وتعالى كن فيكون. قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما أحوجنا إلى الموعظة. القلوب تصدأ وتكسو وتغفل وتركن إلى الدنيا، فتحتاج من يذكرها بالله. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من أعظم مقاصد هذه القصيدة أنها توقظ القلب من الغفلة، لأن المشكلة ليست في قلة المعلومات. المعلومات كثيرة. تجد الشاب الذي يجلس على القهاوي ويتكلم في دين الله عز وجل يعلم أكثر من الشيخ الذي يخطب في المساجد، ولكن نحن أصبنا بقلة عمل وبقلة إقبال على الله تبارك وتعالى. نحن جميعا نعلم أن الموت حق. القائم على المعصية يعلم أنه سيموت، القائم على شبهة يعلم أنه سيموت، ونعلم أن القبر حق، ونعلم أن الحساب حق، ونعلم أن الجنة حق، ونعلم أن النار حق. ولكن المشكلة الكبيرة أن هذه المعاني لا تحيا دائما في القلب، فإذا جاءت الموعظة الصادقة أحيتها من جديد. القلب يحتاج إلى التذكير دائما، فلا تقل أنا أعلم، هذا من قبل، فالعلم شيء وحياة القلب به شيء آخر. من رحمة الله تبارك وتعالى أن يقيد لك موعظة ترجعك إلى الله عز وجل، قد تكون آية، حديثا، خطبة، بيت شعر، موت قريب، مرض، ابتلاء لأحد الناس، كلها رسائل تنبهك عن غفلتك، تنبهك أن الله تبارك وتعالى قادر عليك، أن الله تبارك وتعالى أقرب منك من أقرب شيء بين يديك، ونحن أقرب إليه من حبل الوتيد. فالعبد لابد أن يقبل على الله تبارك وتعالى، يفتش في قلبه ويصلح من قلبه، لأنه لا يعلم متى ينتهي أجله. أصل صلاح العبد صلاح قلبه، أصل صلاح العبد هو صلاح قلبه، فإذا صلح القلب صلح كل شيء. متى كان آخر مرة جلست فيها مع نفسك أيها المسلم تحاسب فيها نفسك وتذكر ما تقوم عليه وما تقوله وما تفعله؟ هل هو يرضي الله تبارك وتعالى أم أنك تفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى؟ متى كان آخر مرة بكيت فيها من خشية الله تبارك وتعالى؟
هل أنت مقبل على الله أيها المسلم أم أنت منشغل عن الله تبارك وتعالى بأمور لا قيمة لها؟ أمور لا قيمة لها من أمور الدنيا وأمور الشهوات والملذات، وهذه الأمور التي تشغل العبد عن رضا الله تبارك وتعالى. العبد لابد أن يبدأ ويقف مع نفسه وقفة صادقة، يقف مع نفسه حتى يوقظ هذا القلب من غفلته، ينبه هذا القلب من رقدته، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل عبد يوم القيامة إلا إذا كان صاحب قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه التائية وهذه القصيدة يعني سنشرحها بمشيئة الله تبارك وتعالى، ليس من باب أننا يعني نذكر القصيدة أو يعني الشعر أو معرفة اللغة، وإنما من باب الموعظة والتذكرة. فعلى العبد أن يعني يستيقظ لنفسه ويقف مع نفسه ويحاسب نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه من فوق عرشه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.